بص، ساعات احنا بنبقى حاسين ان الحاجة اللي احنا عايزينها صعبة اوي ان هي نوصل لها، وبتبقى قاعد بتتمنى، وطول العمر بقى انا ازاي اوصل لها؟ انا مين يعني؟ انا اكيد في غيري هحاول اكتر وتعب اكتر وكده. ربنا بيقول وهو علي هين، وبتلاقي الحاجة هي اللي نزلك مش انت اللي طالع لها. نبدأ القصة. في صيف 2021 من 4 سنين، كنت قاعد في موقف جميل لذيذ عدى عليه كل الشعب المصري، وهو انتظار النتيجة بتاعة الثانوية العامة. فالفيديو ده مخصص فعلا لطالب الثانوية العامة اللي دلوقتي بطنه وجعاه، ويعني كان لسه طالع أصلا من ضغط السنة ده، ودلوقتي قاعد بقى طب يا ترى، طب هوصل مش هوصل، طب هطلع مش هطلع، وهكذا. هتكلم عن تجربتي الشخصية. يعني أنا كحسن شخص عارف إن أنا بحاول دايما أجيب آخري وأجتهد وأعمل أعلى حاجة عندي، بس عارف ان مش انا الشخص اللي هجيب 99. وعمري في حياتي ما وصلت لكلمة 99 و 98 دي. وعارف ان الدفعة اللي قبلي على طول اللي هي دفعة 2020 الطب 98 ونص، وارقام اديتولي المجنونة. فانا كمان النظام اتغير، وكان في مشاكل كتير ولخبطة في المواد، والعربي حصل ايه، فكان في لخبطة كتير. فحرفيا انا عمري ما بحسب حاجة في حياتي، بس دي ثانوية يعني يا صاحبي، انت هتهزر ولا ايه؟ فالموضوع بدأ بالتدريب ان انا بعد العربي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عارف انت لو يقول لك مين اللي مجنون اللي ينقص 40 درجه؟ ده يا صاحبي انا كنت طالع من العربي بقول بسم الله الرحمن الرحيم تقريبا كده ال 40 درجه راح. وبالذات العربي ده خلي بالك، انت اكيد بقى معاك بقى ذكريات دلوقتي، انا بتكلم اللي عدى. يعني لو انت لسه داخل وتسمعني في العربي ده، حرفيا هي النقطه كلها اللي تعدي منه خلاص تلاقي نفسك اتحكمت في بقى الامتحانات يعني. ما علينا. المهم انا طالع من العربي ده خلاص يا امي، معلش بقى انا خير والله، بس انا هكمل وهسعى اللي عليا وخلاص. بقى كملت الامتحانات لحد ما وصلت الجيولوجيا. انا فاكر ان الجيولوجيا كانت اخر حاجه، بس كنت حليت حلو في الجيولوجيا، فكنت ايه، في الامل ما بين دي ودي. فجيت في الفتره بقى اللي هي منتظر النتيجه اللي زي شويه دول، كنت كل شويه بقعد اقول لها بس يا امي مستحيل تبقى 99، مستحيل تبقى 98، وانا عندي ثقه في الله والله، بس بصي يعني مش للدرجه، وان شاء الله بقى خير والاسم اللي بيصنع التاريخ، والتاريخ اللي بيصنع الاسم، الكلام الجميل ده الطب بقى ما طبناش خلاص، وانا كان حلمي يعني اللي هو الطب عادي. الشاب بقى المجتهد ابو ظهر ماتني، ولسه ماتني لان انا لسه جاي من شفا والنساء عليك على طول. تخيل الحمد لله ربنا وكرمنا وبقينا جاي من شفا والنساء، سبحان الله. المهم هجي لك النقطة. مامتي هنا كان عندها يقين يعني ان هي الطب اللي هينزل لك، مش لازم انت اللي تطلع له. يعني ايه بقى يا ماما؟ قالت لي الطب اللي هينزل لك. قلت لها طيب ماشي، لان الطب بقى له 25 سنة ايه، 99، 98 و9 من 10، 98، وانا بقى مجنون يعني. انا واحد عمري ما جبت 99 في حياتي، وانا عايز الاصل العيني، وعايز ابقى من الاوائل على الجمهوريه، ويلا بينا وعادي كل واحد نحاول يطمح واحده ويشتغل تمام. فالمهم انا قلت لها طب خلاص، بس انا مش حابب بقى اسنان والحاجات البسيطه دي، واصلا النتيجه ما كانتش طلعت، وخلاص بقى اللي هيجي هيجي وارضى بيه، ومش هكلف والدي والحاجات الجميله دي. ففعلا انا كنت راضي، بس الان منطقي منطقي، احنا بشر يعني. فجه حصل حلم كده، كان والدي حتى هو اللي حلمه، ان انا جاي له يعني في مكان شغله، وبقول له دي فرقت ما بيني وبين اسنان 11 درجه. حرفيا والله والله الحلم كان كده. استبشرت بالحلم ده جدا جدا جدا. وبعدها بيومين على طول بقى ايه، ظهرت النتيجه، يلا هنعمل المؤتمر بتاع الوزير. هو الوزير ما رنش ليه بقى؟ وكل شويه ابص على التليفون، ليه بقى ما رنش؟ يعني هو انا يعني مشبهش يعني هو انا قليل؟ طب في يا عم الوزير، ما ترني يا عم الوزير، ولا الوزير بيرن ولا الدنيا بقى. ماشي مش مهم الوزير يرن خالص، ومش فارقالي، يلا هنقعد نتفرج. ما قالش اسمي في العشرة دول في العشرة دول. بدأ قال لك التنسيق مش عارف، هي مختلف شوية وبتاع. وبعدها على طول بساعتين ولا حاجة، بدأنا بقى العياطات والانهيارات والحاجات اللي بتنهد، وأنا خايف أخش أجيب نتيجتي، وصحابي بدأ يكلموني ألماني ألماني. أنا دفعتي في الألماني دي كانت موت يعني، دفعة 21 بالذات. أنا كنت الحمد لله اللغة التانية حاجة غير كده، فما كنتش خايف أوي منها. المهم جت النتيجة، كنت ساعتها جايب 93 ونص. فأنا قلت لهم يا جدعان ده كده فل قوي، محدش بقى يزعل ولا يفرح، وربنا أكرمنا ونسبح ربنا ونستغفر والحمد لله لحد كده. فبرضه راحت ماما بصالي وقالت لي الطب هو اللي هيجيلك. الطب هو ازاي بقى؟ دي انا مش فاهم، لان انا لسه طالع من 2020، وكل ما سبق 99، فاحنا ما كناش عارفين نفرح ولا عارفين اللي هو 3 ماشي يعني، نسجد لله شكر ونشوف بقى هتخش بيهم ايه. بس انا الحمد لله كنت عارف ان ده تنسيق اول، ده اللي هو اول مرحله يعني. فالمهم بعدها بقى بشويه راح طلع التنسيق ان الطب لاول مره في الدنيا نزل من 98 99
لكام؟ ل92.1 تقريبا، اللي هي بقت فرق ما بين الطب 92 وتقريبا اسنان اللي هي كانت 91 او كده 11 درجه. ايه اللي بابا حلمه فعلا اتحقق، وهي فعلا على الله هين. من ضمن برضه الحاجات اللي هو دعيت كتير قوي في يوم عرفه، وكنت قلت قبل كده على فضل يوم عرفه ده يعني. اللي انا عايز اقوله بس في الحتت دي، ان هو عليا هين ربنا. حته هو عليا هين دي انا بعيش عايش بيها بقالي 4 سنين، انه هو عليا هين. كل اما اجي اقول واخش بقى في الكليه اللي انا ما كنتش متوقع 93 ايه وانت مين واحنا فين، اخشها مرتاح ودخل 11 درجه وحاسس اني مالك. وطبعا جوه بقى ما شاء الله العيال من اول 5000 على الدفعه، من اول 5000 على الجمهوريه ما فيش حد. وطبعا اول 100 على الجمهوريه، وانا بقى داخل هعمل ايه في وسط دول وبتاع. بس خوفي من بعد اللحظه دي بقى في حته تانية والله. ما بقى يعني بقى معايا يقين كبير قوي بالله، بقى مع حاجات كتير قوي. انا مش خايف. لا خلاص هو عليا هين، لا كده كده ربنا هيجيب لي الحاجه لحد عندي. لا خلاص لو انا ما طلعتلهاش، بس المهم ان كنت عملت كل اللي عليا، كل اللي عليا هتجيلي هي. هتجيلي ازاي مش بتاعتي، بس هتنزل لي ولو منين. وانا عارف انها ما نزلتش انا كحسن يعني، هي مش لاجل عين تكرم 2000 لا هي كانت ظروف وربنا اشاء ودخلت. فسبحان الله يعني. ف من ساعتها لحد النهارده انا ليه متاخر ال4 سنين دول؟ علشان ما كنتش حابب اطلع اتكلم وانا عندي يقين قليل، او مش فعلا اطلع الكلام من جوه قلبي. لا انا بتكلم دلوقتي ان انا باليقين اللي انا عايش بيه ال4 سنين دول، وبالذات الضغطه اللي انا كنت فيها في رابعه دي. ما زلت لسه ناقص امتحانين بس، مش حاجه بالكثافه والكميه الفتره اللي فاتت، و100 درجه و80 درجه وكل شويه اخش. خلاص انا اللي بعمله ايه؟ انا هشتغل هجيب اخري، هعمل اقصى مجهود انا اعرف اعمله، وهو عليا هين. الايه بقى بتاعت ربنا وهو عليا هين وهو عليا هين. فحرفيا يقين جميل يعني. ده يقين سيدنا موسى، ويقين سيدنا ابراهيم، ويقين كل الانبياء، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الموضوع عايز اقول لك في اليقين. في اليقين كمان ان انت لو كان بقى كمان الكليه دي مش هي بتاعتك، فانا مش جاي اقول لك الكلام بتاع اللي هو وهتخش انت وهتصنع اسمك وبتاع. بس اللي عايز اقوله لك ان انا برضو خلال ال4 سنين بتوع الكليه دول، الدفعه كانت بادئه مثلا 3000 في القصر. طبعا الدفعه فيه عددها كبير، دلوقتي بقينا 2000 ونص مثلا. طب ال 500 دول راحوا فين؟ لا في بقى حاجه اسمها باقون وبيعيد سنين، وفي اللي ساب الكليه ومشي. فحته انك داخلها بالمجهود اكيد هتنجح جوه، بس غيرك اللي خدها مني وغش وعمل مستحيل يكمل، وانت عارف الكلام ده. بس انا جاي لك من جوه بقول لك وباكد عليك الكلام ده. طب انت ما لحقتهاش رغم المجهود وجنب المجهود، مكانك محفوظ في حاجة تاني، وصبرك ويقينك هنا هيبني لك كتير قوي هناك في الآخرة. فالمهم والأهم اللي جاي أقوله لك إن الفترة بتاعتك اللي أنت فيها دي هي أحسن فترة أنت المفروض تكون بتصيف فيها، بتفرح فيها بجد. كان في واحد من أوائل الثانوية السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها بيقول إن الثانوية أوفر ريتد. في حتة إن بص يعني، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ماضي، فعل ماضي لسه في العرب اللي بنتكلم فيه. فأنا بقول لك إن الحاجة موجودة وتاريخك مكتوب، وكل حاجة أنت ماشي فيها ربنا كاتبها. حابب أقسم بس الكلام لجزء تاني. لو أنا كنت قصرت في الثانوية وعمال ألوم نفسي ويا ريتني اشتغلت، اصلح القادم يغفر لك ما مضى. يعني اصلح اللي جاي يغفر لك ما مضى، بمعنى من المكان اللي هتتحط فيه انوي تبقى احسن حاجه، واشتغل على نفسك في بيزنس هنا او جرب في حاجات تاني برضه هتنجح. المهم ان الدنيا عجله دايره مش هتقف. لو حلمك في اللي انت كنت مستنيه ما جاش، ارجوك ما تقفش. ارجوك ما تفضلش قاعد خلاص وهنهار عليها سنه. صدقني دور العجله واتحرك، عشان هتيجي كمان 3 4 سنين يا هتقف تكون بتحكي زيي. وانا صدقني مش متخيل المنظر والرعب والاحساس اللي انا كنت بحكي فيه ده ودلوقتي بقيت فين. لطف من ربنا وكرم من ربنا قبل اي حاجه. بس اللي عايز اقوله لك تاني وتالت ورابع، وهو عليا هي. يمكن الحاجه تجيلك ويمكن تخش جواها تبقى مصدر تعب ليك، فما تزعلش نفسك ان ما جاتش. في كل الاحوال خذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. صدق الله العظيم. مش هحب اطول عن كده. عايز اقول ان انا خلاص امتحانين وخلص رابعه، واخش بقى في خمسه الوحش الكبير وجراحه وبطنه وكلام ما كنتش فعلا اتخيل يعني إن هبقى فيه. و و و و الواحد برضو يعني الانسان ظلوم كفار يعني بصراحه، اللي هو ايه، ما مالها التجاره والحاجات الحلوه دي يا اخي. بس هو الانسان بيحب يفرق ويقعد بقى لا
هاتوا لي المشارط والمحارب، انت حر، انت حر بقى تخش لي الكليه نقعد بقى نحكي براحتنا جوه. مش هتكلم انا دلوقتي عن طب ودنيتي، هتكلم انك تبقى قال راضي. جت كذلك جت، ما جاتش قال ما جاتش، انت في كل ربك هو الاحوال حاولت علي تعمل اللي عليك. هين كان في وقت ما وقد قدرتش تعمل اللي خلقتك عليك، من فعوض. وبس يا قبل عزيزي، ولم تك سلام. شيئا.